السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل شعرت يوما أنك مضطر لتقليد الجميع؟ أنك تخاف من الرفض أو النقد إذا لم تتبع الموجة؟ هل تعبت من ضغط المقارنة المستمرة، سواء في المدرسة أو على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كنت تظن أن القوة تعني الصراخ أو الظهور المبالغ فيه، فأنت مخطئ تماما. القوة الحقيقية هي أن تكون أنت بكل ثقة، وأن تكسر نمط التقليد. شخصيتك ليست ضعيفة، بل هي تنتظر منك أن تكتشف قوة ثباتك. ابني نفسك في 5 خطوات حاسمة. الخطوة الأولى: أوقف فخ المقارنة وابحث عن البطل داخلك. القوة تبدأ من الوضوح. أنت لست نسخة من المؤثر الفلاني، ولا مجرد متابع لأحدث ترند. أنت فريد. اسأل نفسك بصدق: ما هو شغفي الحقيقي؟ ما هي قيمي؟ ما الذي أرفضه بشدة؟ عندما تجد إجابة هذه الأسئلة، تتحول من متفرج إلى قائد لحياتك. ثقتك لا يجب أن تأتي من مديح الآخرين، بل من معرفتك الواضحة بنفسك. الخطوة الثانية: كلمة لا هي خط دفاعك الأقوى. هل تخاف أن تقول لا لطلب يضايقك؟ لا لتحد يؤذيك؟ لا لرفقة تسحبك للأسفل؟ تذكر أن الحدود ليست قسوة، بل هي احترام وذكاء. وعندما تقول لا بثبات وهدوء لما يخالف مبادئك، فأنت لا تخسر أصدقائك الحقيقيين، بل تكسب احترامهم، والأهم، تكسب احترام نفسك. الخطوة الثالثة: سيطر على ردود فعلك الغاضبة. القوة الحقيقية ليست في الانفجار أو الصراخ عند التعرض للنقد أو الظلم. القوة في أن تكون غاضبا أو منزعجا، ولكن تختار أن ترد بهدوء وحزم، وتضع حدا دون أن تفقد قيمتك. تذكر: الذي يستطيع أن يضبط نفسه، يستطيع أن يضبط حياته. الخطوة الرابعة: قيمتك الحقيقية ليست في عداد المشاهدات. نحن نعيش في عالم يربط القيمة بالمشاهدات والتقييمات. هذا وهم. لا تدع المنصات تحدد إحساسك بذاتك. طور نفسك باستمرار، بالقراءة، والتعلم، والمشاركة في أنشطة تنمي مهاراتك. كل مهارة جديدة تكتسبها هي طابق جديد في قلعة قوتك الشخصية. أنت قوي بوعيك وبذكائك، لا بصورتك المفلترة. استبدل صوتك الداخلي السلبي أنا لا أستطيع بأنا أستطيع وسأتعلم. الخطوة الخامسة: لا تسعى لإرضاء الجميع، بل أثبت على مبادئك. توقف عن تبرير كل قرار تتخذه أمام زملائك. إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن سعى لمحبة الجميع فقد يفقد نفسه. كن وفيا لنفسك، وصادقا مع قيمك. وتذكر: من أحبك بصدق سيقدرك بكل ما فيك، بقوتك وضعفك.